السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كان منتشر فيديو غريب جدا جدا. فيديو للملاكم المغربي المحترم إبراهيم بن مالك في واقعة أثارت جدل كبير جدا بين آلاف المتابعين. الفيديو ظهر طبعا لحظة وقوع المشادة الكلامية، وانا بعرضه لكم عشان تشوفوا الحقيقة الكاملة للناس اللي بتدلس والناس اللي خش على حسابات ابراهيم بن مالك وبتهاجمه. حصل مشادة كلامية بينه وبين احد الاشخاص كان في مدينة برشلونة الاسبانية، ودخل في نقاش حاد جدا مع الملاكم المغربي ده. لكن الشخص اللي كان مع ابراهيم بن مالك اساء للملك محمد السادس، ناوله القضية هي ضربة واحدة، وده الصح. ده اللي حصل بين ابراهيم بن مالك. لازم تضرب له تعظيم سلام، وتضرب تعظيم سلام لكل المغاربة ولكل الشعب المغربي المحترم اللي بيحترم قياداته. الملك محمد السادس خط احمر، 10 خطوط حمر، مليون خط احمر، ما حدش يمسه. عشان كده بدأت زي ما شفنا الشخص اللي كان مع ابراهيم بن مالك اللي اصدر عبارات واساءات غريبة جدا جدا لرموز المغرب اللي احنا بنحترمهم جدا جدا جدا. عشان كده الرد لازم يكون على قدر الاساءة. خد ضربة واحدة قاضية نيمته في الارض. عشان كده الواقعة انتهت في مشهد انتشر بسرعة جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي. في اللحظة الأولى بدأت يعني الآراء بقى تتقسم وكلام من كده أول ما الفيديو ظهر، والناس شافت إن اللي عمله إبراهيم بن مالك كان رد فعل طبيعي جدا جدا جدا، وده رأيي نابع من شعوره وانتمائه لبلده. واحنا عارفين المغاربة بينتموا ازاي لبلادهم، وازاي بيدافعوا عن الملك محمد السادس اللي كلنا بنحترمه سواء مغاربة او مصريين. في ناس تانية بقى المواقف دي كان ممكن يقول لك ايه، يتعامل بطريقة مختلفة. لا، مفيش في الكلام ده طريقة مختلفة، مفيش هزار. الكلام اللي زي كده انت بتشتم الملك محمد السادس اكنك بتشتم في عيلتك بالظبط. ده خط احمر. ابراهيم بن مالك خرج بعد ساعات قليلة خالص من انتشار الفيديو ده بفيديو جديد، اتكلم بنفسه عن الموضوع وشرح وجهة نظره بعيد بقى عن الشائعات والتأويلات اللي كان الناس عمالة ترددها. وقال بالنص كده انه وهو نازل الصبح يشرب قهوة قبل التمرين، دخلت على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي واتصدمت من كمية الرسائل اللي وصلت، سواء رسائل دعم بقى او رسائل فيها اساءات او شتايم. كل الكلام ده كان على حساباته. وقال ان كان في بعض الرسائل المسيئة، ده ابراهيم بن مالك قال كده، من اشخاص من نفس بلده. وده اللي انا بلوم عليهم. ازاي ناس تلومه من بلده؟ وقال ان الانسان الطبيعي يكون اللي عنده حب وانتماء لوطنه رد فعله هيكون زي ابراهيم بن مالك، وان كل واحد من حقه يدافع عن كرامة بلده بالطريقة اللي هو شايفها. واللي عمله ابراهيم بن مالك صح 100%. احترم القانون، لكن تشتم في بلدي، تشتم في رئيس بلدي، تاخد القضية على طول. ده طبيعي جدا. ابراهيم بن مالك قال ان في بعض الرسائل تضمنت بعض التهديدات والاساءات على الانترنت، والكلام سهل جدا خلف شاشات الموبايلات. لكن المواقف الحقيقيه اللي بتفرز بقى الرجاله، بتفرز الراجل عن الخايب، بيقول بتظهر في وقت المواجهه. قال ان احترام، ابراهيم بن مالك قال كده بالنص، ان احترام رموز الدوله بالنسبة له جزء من احترام الوطن نفسه. راجل بيفهم بنسبة 100%. عشان كده انا بقول لك القناعات الشخصية لابراهيم بن مالك لازم تضرب لها تعظيم سلام. الحاجة المهمة جدا اللي انا بتكلم فيها ان في بعض الناس من اللي بترد على حسابات ابراهيم بن مالك جزائريين، وانا عارف الكلام ده كويس جدا، وعارف ان هم اللي دخلوا واساءوا له وقالوا كلام
خارج عن النص. الموقف اللي حصل ده اي واحد مكان ابراهيم بن مالك هيعمل اكتر من كده، لان بصراحة يا جماعة احنا عارفين كلنا المغرب دولة ليها مكانة كبيرة جدا في قلوب كل ملايين العرب والمصريين خاصة. على مر السنين اللي فاتت كلها كان بينهم وبين الشعب المغربي محبة واحترام متبادل، وأي واحد مصري لو راح المغرب هتلاقيه بيتكلم عن الاحترام وكرم الضيافة والناس الطيبة المحترمة، وعن الإحساس إنه وسط أهله وإخواته. المغرب خلال السنين اللي فاتت شهد تطور كبير جدا في مجالات كتير، من تطوير البنية التحتية وشبكات طرق وتوسيع مواني واستثمارات وجذب استثمارات صناعية في مجالات زي السيارات كلنا عارفين، والطيران والطاقة المتجددة. والإنجازات دي ما بتجيش بالصدفة، لا، تخطيط من الراجل المحترم اللي أساء ليه الشخص اللي لا يستحق ان انت توصفه الا بأبشع الألفاظ، اللي أساء لملك المغرب. وكمان لما تيجي بص وفتح عينيك وروح المغرب واستمتع، هتعرف انت بتغلط في مين. انت بتغلط في واحد بنى دولة، بتغلط في واحد كل العالم بيحترمه من اول امريكا لحد اصغر دولة. تبص على المدن المغربية هتلاقي مزيج كبير جدا من الحضارة والتاريخ العريق جدا والتطوير الحديث جدا. شوف عندك مدينة الرباط، الجمال والحلاوة والدار البيضاء وطنجة ومراكش، وجهات مميزة جدا دلوقتي، وأي حد يتمنى يستثمر أو يروح يعمل سياحة يبقى واحد من، عشان احنا عارفين إن المغرب واحد من أبرز الاقتصادات الصاعدة في العالم وفي المنطقة. اللي بيميز الشعب المغربي المحترم ومن ضمنهم إبراهيم بن مالك هو ارتباطهم الكبير جدا بوطنهم، واعتزازهم الكبير جدا بالثقافة بتاريخهم، وحرصه دايما. كل مغربي بيحرص دايما، وده اللي انا بحترمه فيهم جدا، ان هو يقدم صورة مشرفة لبلده في كل مكان. ده شيء واضح جدا سواء في الرياضة سواء في الفن، بنشوف مع المنتخب المغربي في الفن في الاقتصاد، حتى في تعاملاتهم مع الناس من جنسيات أخرى. اللي بيميز الشعب المغربي، وعلشان كده العلاقات بين المغاربة والمصريين بتفضل دايما مصدر قوة، لأن الشعبين بينهم روابط تاريخية وثقافة كبيرة جدا. كل التحية لأهلنا في المغرب، وأتمنى دايما أن المغرب وشعبه دوام يا رب دايما التقدم والاحترام والازدهار، ويفضل دايما الملك محمد السادس الصورة المنورة والرمز الكبير جدا اللي كلنا بنحترمه وكل العالم بيحترمه قبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.